ايه رأيكم في العيش القمر المقطقط اللي قدامكم ده؟ انا عايزه اقول لكم ان كيلو دقيق هيعمل معاكي كميه مهوله، والعيش ده معجون بميه، ولا حطينا ولا قشطه ولا لبن رايب ولا اي حاجه مكلفه خالص. هما شويه ميه وشويه دقيق وهتعملي احلى عيش. عايزه اقول لكم ان العيش ده طعمه وهو حاف من غير ما تحطي جواه اي حاجه تحفه، يعني هو لو كلتيه حاف كده روعه. هسمي الله وهجيب معايا كوبايتين ونص ميه دافيه، عليهم معلقتين كبار خميره، عليهم معلقتين ونص كبار سكر، خلاص. وكيلو دقيق عليه معلقه صغيره مليانه ملح، ومهم قوي ان انا ادخل الدقيق، ومعلقتين لبن باودر لو عندك حطيهم، ما عندكيش ما تحطهمش. شايفين ما شاء الله الخميره عملت ازاي؟ ده دليل ان نوعها كويس. عجنت العجينه كده كويس قوي، وفي الاخر خالص حطيت لها بس معلقتين كبار زيت، معلقتين كبار زيت على كيلو دقيق. حطيتها كده في بوله مدهونه زيت، وحطيت فوق الوش برده دهنه خفيفه خالص زيت كده عشان وش العجينه ما ينشفش، وسبتها تخمر ساعه الا ربع. شايفين ما شاء الله بعد الساعه الا ربع عملت ازاي؟ الخميره ما شاء الله نوعها حلو قوي. انا قطعت كيلو الدقيق ده على 50 كوره، انا عاملاه 50 رغيف، بس الرغيف طالع صغير مقطقط كده حلو، يعني انا قصدي اعمله كده. انتوا ممكن تعملوا كيلو 40 رغيف، ممكن تعملوه 30. انا قبل كده عملت معاكم العيش ده، عملت معاكم بنص كيلو دقيق 20 رغيف، وعملته متوسط، يعني عارفين زي سندوتش الفول والطعميه بتاع زمان، دلوقتي صغروه، كان نفس المقاس كده تقريبا. يعني الحجم ده براحتكم، بس انا الحجم ده عاجبني قوي. بصوا بعد ما قطعته، بعد ما كورتهم غطيتهم وسبتهم يرتاحوا 10 دقايق، بعد كده فردته على دقيق. وبعد كده بصوا بقى، انا هحط الصينيه كده عليها فوطه وهحطه فوقيها. ليه بقى؟ لان الكميه ما شاء الله كبيره، وانا مش عايزه احط كذا صينيه جنبي كده تلخمني على البوتاجاز. فحطيت صينيه واحده وحطيت بينهم كده كل واحد فوطه، عشان العيش ما يلزقش، وعشان العيش كل ما تدفيه كده ويبقى فيه فوط ودفى كتير كده بيبقى حلو، يعني يخمر ويديكي نتيجه حلوه. ريحته كمان 10 دقايق، يبقى 10 دقايق بعد ما تكور، و10 دقايق بعد ما تبطط. تحطيه بقى على طاسه سخنه، اول ما تنزلي بالرغيف تخلي الحراره وسط، 10 ثواني من كل ناحيه يا دوبك يتشمع، وبعد كده افضلي قلبيه في الطاسه كده وهو ينفخ. شايفين ما شاء الله انا ما منتجتش حاجه من اول ما نزلته لحد ما شلته، وانا وريتكم كل حد ما نفخ قدامكم. اهم حاجه برضو تخلي العيش ينفخ معاكي ان انت تفرديه بالنشابه حلو. العيش لو تخين مش هيفرد، انما لما تفرديه بالنشابه حلو ان شاء الله كله هينفخ معاكي. شايفين ما شاء الله العيش طعمه كان تحفه اهو، شايفين اهو بينفخ قدامكم اهو. اهم حاجه بس طول ما هو في الطاسه افضلي قلبي فيه كده وهو هينفخ كله. يعني حتى لو لقيتي حته نفخت وحته لسه، قلبيه برضو كله هينفخ. بس اهم حاجه اول ما تحطي الرغيف خلي الحراره وسط، طاسه سخنه، اول ما تحطي الرغيف تهدي الحراره. شايفين ما شاء الله كميه تحفه، وعايزه اقول لكم طعمه روعه. امشوا بس على المقادير والطريقه وان شاء الله هتعملوا احلى عيش. انا عملته صغير عشان ساعات الواحد كده بيبقى عايز ياخد سندوتش فول صغير، ياخد مع الزبادي كده سندوتش، فيه اطفال صغيرين يعني مش لازم يبقى السندوتش كبير قوي الواحد ما يقدرش يخلصه. انما ده كده حتى لو الواحد ملوش نفس او عايز ياكل مثلا يعني واحد جبنه واحد فول كده، يعني انا الصغير ده بالنسبه لي كده حلو قوي. شايفين انا بفتحه لكم برده بوريكم قلبه ازاي. العيش ما شاء الله كان ملحم جدا وطري. شايفين هوريكم مستوي ازاي؟ شايفين تحفه، ولا بوتاجاز بقى ولا وجع قلب ولا اي حاجه، ولا فرن قصدي ولا وجع قلب ولا اي حاجه، على عين البوتاجاز. وانتوا شايفين النتيجه عامله ازاي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي رايكم في التعليقات.